ب10 لاعبين الاتحاد السعودي يتأهل لربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على النصر بقيادة كريستيانو رونالدو الذي بدا متأثرا بالخسارة والإقصاء. من ثاني بطولات الموسم مع النصر، كريستيانو رونالدو حاول طوال المباراة تغيير النتيجة وقلب الطاولة على الاتحاد، ولكن كل محاولات الدون فشلت. سجل بنزيما أول أهداف اللقاء وبعدها عدلت النصر النتيجة، ولكن عاد الاتحاد للتقدم مرة أخرى لتظل النتيجة على حالها حتى نهاية المباراة. حزن شديد يخيم على الأجواء في النصر بسبب خسارة ثاني بطولات الموسم. الآمال كانت كبيرة في بداية الموسم، ولكن مع اقتراب جولات الحسم الأمور تسوء على كريستيانو رونالدو ورفاقه، ولا تزال البطولات في السعودية تعاند كريستيانو رونالدو في الفوز بها وتستمر المعاناة. فهل في رأيك ستبتسم لكريستيانو رونالدو أحد الألقاب الكبيرة والرسمية في السعودية، دولية كانت أو محلية، أم سيستمر هذا الأمر مع كريستيانو رونالدو أيضا في هذا الموسم؟